السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنبدأ في المفهوم الأول الحركة والتوقف، علوم الصف الرابع الابتدائي الترم الأول من الوحدة الثانية الحركة. هنبدأ الدرس الأول نشاط رقم 1 ونشاط رقم 2 و3 ونحل تدريبات كتاب الأضواء. المفهوم الأول الحركة والتوقف، يعني معنى كده لازم بيبدأ النشاط بالجسم الساكن والجسم المتحرك. الجسم الساكن يا سنة رابعة يعني مش بيغير مكانه، يعني مش زي السبورة، زي الكرسي، زي الباب، زي الحيطة. جسم ساكن لا يتغير موضعه يعني مكانه. لكن الجسم المتحرك يتغير موضعه من مكان لمكان آخر. يبقى الجسم الساكن لا يتغير موضعه يعني مكانه مش بيتغير. لكن الجسم المتحرك يتغير موضعه. تمام. طيب بعد كده بيبدأ معاك بمفهوم الحركة، ويقول لك إن الحركة هي انتقال الجسم من مكان لمكان آخر، زي الطائرات والسيارات والشاحنات والإنسان. فالحركة دي يعني انتقال الجسم، بينتقل وبيتحرك من مكان إلى مكان آخر. يبقى الحركة هي عبارة عن انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر، من مكان إلى مكان آخر. أو تغير موضع الجسم، يعني مكان الجسم بيتغير بمرور الزمن، يعني الجسم يا سنة رابعة مكانه وموضعه بيتغير. أو في تعريف تاني هو تغير موضع الجسم بمرور الزمن، أو تغير موضع الجسم بمرور الزمن، يعني الجسم موضعه بيتغير أو مكانه بيتغير. يبقى الحركة هي انتقال الجسم من مكان لمكان آخر أو تغير موضع الجسم. طب ما تغيرش موضع الجسم يبقى الجسم ساكن. بعد كده أي جسم عشان يتحرك محتاج قوة. تمام. القوة دي بتأثر في الأجسام عشان تتحرك. يعني مثلا أنا قدامي كرة ساكنة في الأرض، أنا عايزة أحرك الكرة دي أو أجعلها في حالة حركة، لازم أأثر عليها بقوة. أول ما أبدأ إن أنا أركل الكرة دي بقدمي تبدأ إن هي تتحرك وبتجري مسافات كبيرة. لولا أنا أثرت عليها بقوة ما كانتش هتتحرك من مكانها. تمام. أي حاجة مثلا، أي شيء أنت عايز تحركه من مكانه بتأثر عليه بقوة عشان يتحرك. القوة بتتسبب في حركة الأجسام أو توقفها. القوة تتسبب في حركة الأجسام أو توقفها. لو جسم ساكن أثرنا عليه بقوة هيبقى جسم متحرك، ولو جسم متحرك أثرت عليه بقوة يبقى في حالة سكون أو توقف. مثلا في كرة على الأرض ساكنة في مكانها، هأثر عليها بقوة هتتحرك من مكانها. طيب الكرة جاية على حارس المرمى متحركة، هيأثر عليها بقوة ويوقفها. فالقوة دي بتحرك وبتوقف، بتحرك الأجسام وبتوقفها. خلاص. يبقى القوة تتسبب في حركة الأجسام أو توقفها. لو جسم ساكن أثرت عليه بقوة هيتحرك، لو جسم متحرك أثرت عليه بقوة هوقفه عادي وأخليه في حالة سكون، زي مثال الكرة كده. طيب بيقول لك مثالين في الكتاب في النشاط الأول. تتسبب القوة في حركة الأجسام الساكنة، يعني لو جسم ساكن أثرت عليه بقوة هيتحرك، صح؟ طيب تاني سؤال، الجسم الذي يتغير موضعه يكون في حالة حركة، أكيد في حالة حركة. يبقى السؤالين صح، تتسبب القوة في حركة الأجسام الساكنة والجسم يتغير موضعه الجسم الذي يتغير موضعه في حالة حركة، صح. هننقل على النشاط الثاني سنة رابعة. النشاط الأول كان يعرف لك الفرق بين الجسم الساكن والمتحرك، وإن القوة بتسبب حركة الأجسام أو توقفها. النشاط الثاني، طبعا الإنسان لما بيركب دراجة بتحتاج الدراجة دي القوة عشان تحرك الدراجة، وهي قوة دفع البدال. لما تبدأ تستخدم البدال وتحركه بقوة معينة تبدأ الدراجة تمشي معاك.
طيب طبعا ده بالنسبه للدراجه. عشان البدال عشان الدراجه تتحرك لازم انت تحرك البدال بتاع الدراجه، فتبدا الدراجه تتحرك وتمشي معاك. طيب احنا عندنا مثلا طائرات زي الطائره النفاثه. الطائره النفاثه تعتبر من اسرع الطائرات. زي مثلا الشاحنات، زي السيارات. دولت كلهم كده سنة رابعة فيهم محرك هيبدأ يحركهم عشان تبدأ الطائرة أو السيارة أو الشاحنة تتحرك وتمشي معاك. فقوة المحرك، مثلا المحرك ده في الطائرات زي الطائرة النفاثة والشاحنات والسيارات. طبعا لو قلت لك أنهي محرك فيهم أكبر هتقول لي الطائرة، بعديه مثلا الشاحنات الكبيرة، بعد كده السيارة. علشان كده الطائرة النفاثة هي الأسرع لأن لديها محرك أكبر. كل ما زاد المحرك هتزداد قوته والحاجة دي تزداد سرعتها معاك. فالطائرات لديها محرك أكبر وبالتالي هي أسرع. خلاص. الطائرات، شاحنات، سيارات، كل دول فيهم محركات. كل ما ازداد المحرك في الحجم كل ما ازداد قوته وكل ما خلى الحاجة أسرع. عشان كده الطائرة النفاثة أسرع من الشاحنة لأن لديها محرك أكبر، لأن المحرك بتاعها أكبر في الحجم. بعد كده هناخد أسرع شاحنة في العالم. شاحنة في العالم هي شاحنة شوك ويف. شوك ويف يا سنة رابعة لازم تتحفظ بالإنجليش. أسرع شاحنة في العالم هي شاحنة الشوك ويف. أول نقطة نعرفها عنها إن هي لديها 3 محركات لطائرة نفاثة. يعني مش محرك ولا 2، ده 3 محركات لطائرة نفاثة اتركبوا في شاحنة الشوك ويف علشان تاخد لقب أسرع شاحنة في العالم. يبقى أول حاجة نعرفها عن أسرع شاحنة في العالم اللي هي شوك ويف، لديها 3 محركات طائرة نفاثة. 3 محركات طائرة نفاثة. طيب سرعتها في الساعة الواحدة 500 كيلو متر. فالسرعة بتاعتها 500 كيلو متر في الساعة. أسرع ب5 مرات من الشاحنات التي تراها تسير على الطريق السريع. تسير على الطريق السريع. يعني الشاحنات اللي ماشية على الطريق السريع اللي بنشوفها بسرعة كبيرة دي هي شاحنة الشوك ويف، أسرع منها ب5 مرات. سرعتها في الساعة الواحدة 500 كيلو متر. في الساعة الواحدة 500 كيلو متر، أسرع من الشاحنات اللي بتجري على الطريق السريع ب5 مرات. طيب طريقة إيقافها. أول ما بيجوا يوقفوها يا سنة رابعة بتقف ب3 مظلات احنا شايفين بينفخهم وبيدفعهم كده الهواء. فهم طبعا ال3 مظلات دول قادرين ان هم يوقفوا شاحنة الشوك ويف. يبقى طريقة ايقافها عن طريق 3 مظلات. يبقى هي فيها 3 محركات طائرة نفاثة وبتقف عن طريق 3 مظلات. يبقى وظيفة المظلات دي هي اللي بتعمل على ايقاف شاحنة الشوك ويف اللي هي اسرع شاحنة في العالم. بعد كده في النشاط رقم 3 العنوان تأثير القوة على الأجسام الساكنة. عند ركل الكرة بيقول لك إن في قوة هتأثر عليها اسمها قوة دفع. أنت ركلت الكرة بقدمك فبالتالي أنت دفعت الكرة بعيد عنك، فركل القوة أثرت عليها قوة اسمها قوة الدفع. طب لما سحبت مقبض الباب دي قوة سحب. فبيقول لك إن القوة دي بتأثر على الأجسام، سواء دفع هتبعدها بعيد عنك أو سحب هتشدها ليك. تمام. بس كان في سؤالين في بداية النشاط رقم 3 بيقول لك تتحرك الأجسام الساكنة مثل الكرة من تلقاء نفسها. غلط، ده لازم قوة تأثر عليها. يمكن لأوراق الأشجار أن تتحرك بفعل الريح. صح. طيب عندما تؤثر قوة مناسبة على الجسم الساكن على الأجسام الساكنة فإنها تتحرك. بعد كده بيتكلم على قوة دفع الهواء.
بيديك مثال إن الهواء قوة دفع. مثلا لما احنا نكون راكبين ميكروباص والميكروباص ده ماشي على طريق سريع وبسرعة عالية، تبدأ تطلع مثلا ايدك بره الميكروباص، بتلاقي الهواء دفع ايدك لورا، فالهواء قوة دفع. حاطط ورق في العربية بتاعتك وفتحت الشباك، لقيت الهواء أو الرياح خلت الهواء يطير بعيد عنك، فالهواء ده عبارة عن قوة دفع. الهواء خبط في الشجرة، في أوراق الأشجار، ابتدت الأوراق إن هي تتحرك. خبط في شراع السفينة في المراكب الشراعية اللي هي فيها شراع زي ما احنا شايفين، الهواء خبط في شراع السفينة، فابتدت قوة دفع الهواء تحرك السفينة في المية. فالهواء قوة دفع، الهواء قوة دفع. علشان يتأكدوا إن الهواء ليه قوة دفع وبيحرك الأجسام، جابوا عربة زي ما انتم شايفين في الشكل، وحطوا مثلا طفايات حريق، وابتدوا يفتحوا طفايات الحريق، فابتدى الهواء اللي جواها ينبعث ويخرج. طب الهواء ده قوة دفع، فلما انبعاث الهواء أو انبعاث الغازات اللي موجودة جوه طفاية الحريق عمل قوة دفع للعربة، فابتدت العربة تتحرك. تمام؟ ففي سؤال بيقول لك عند زيادة عدد طفايات الحريق، العدد بتاع الطفايات زاد، وبالتالي انبعاث الهواء هيزيد وقوة دفع الهواء هتزيد. طيب الطفايات زادت فدفع الهواء هيزيد، مما يؤدي إلى زيادة سرعة العربة والمسافة التي تقطعها، سرعتها هتزيد والمسافة التي تقطعها برضو هتزيد. طيب في سؤال بيقول لك علل. تبدأ العربة في التحرك عند انبعاث الغازات، لأن الغازات دي عبارة عن قوة دفع، يبقى نقول له بسبب قوة دفع الهواء. طبعا الهواء ده منبعث من طفايات الحريق. خلاص. طيب في سؤال بزيادة القوة، أول ما تزداد القوة يا سنة رابعة هتزداد حاجتين، تزداد السرعة وهتزداد المسافة. لما تزداد القوة، مثلا أنا هرمي القلم ده بقوة كبيرة، هتزداد سرعته وهتزداد المسافة. خلاص. طيب مثلا اخلي حد يزود قوته في الجري ويجري بسرعه، سرعته هتزداد والمسافه اللي هيقطعها تكون كبيره. فبزياده القوه تزداد السرعه والمسافه، الاتنين بحرف السين، تزداد السرعه وتزداد المسافه. علشان كده لما قالك انا هزود عدد طفايات الحريق، فقوه الدفع هتزداد، فتزداد السرعه وهتزداد المسافه. لما قوه الدفع ازدادت السرعه وازدادت المسافه. طيب هنحل تدريبات الدرس الأول من كتاب الأضواء. أول سؤال اختر. تستخدم نقط لتساعد على إيقاف شاحنة الشوك ويف. المظلات الهوائية، تحرك المراكب الشراعية في الماء بسبب قوة دفع الهواء. محرك الطائرة النفاثة أقوى من محرك السيارة. عندما يقوم حسام بركل الكرة في اتجاه المرمى، فإن ذلك يعتبر مثال على قوة، هو عمل ركل الكرة دفعها بعيد عنه، يبقى قوة دفع. الطريقة المستخدمة لإيقاف الشوك ويف هي نفس فكرة الطريقة المستخدمة لإيقاف الصاروخ. يتم فتح نقط مظلات عند إيقاف الشوك ويف 3 مظلات. بزيادة قوة محركات السيارة تزداد سرعتها. عندما ينتقل الجسم من مكان لآخر يكون في حالة حركة، تسبب نقط حركة الأجسام أو توقفها القوة. تتحرك أوراق الشجر بسبب قوة دفع الهواء. صح وغلط. يظل الجسم في حالة سكون ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته. صح. تمتلك الشاحنة محرك أقوى من السيارة. صح. تتحرك الأجسام إذا لم تؤثر عليها قوة. غلط. تتحرك المراكب الشراعية في الماء بسبب قوة دفع الهواء. صح. تعتبر الشاحنة الشوكويف أسرع شاحنة في العالم لأنها تمتلك 3 محركات لطائرة نفاثة تصل سرعتها 500 كيلومتر في الساعة. ماذا يحدث إذا أثرت قوة على جسم ساكن يتحرك؟ ماذا يحدث عند زيادة القوة المؤثرة على جسم؟ تزداد السرعة وتزداد المسافة.